حد يعرف مين اللي اخترع الكشري؟ ما علينا، المهم اننا كمصريين طبق الكشري عندنا وجبه اساسيه، ما ينفعش يعدي اسبوع او اكتر من غير ما نضرب واحد كشري. فعلشان كده انا رايح النهارده اجرب كشري شبرا واعيش الاجواء المصريه الاصليه انا واصحابي. هنصلي على النبي كلنا وما ننساش اللايك والمتابعه، وبينا نشوف كورنر العصير الاول. نضرب كوكتيل عصير بالفواكه الفريش كده علشان نفتح الشهيه. العصير كان حلو قوي وكانت بدايه مبشره. ندخل بقى على سفره الاكل اللي طلبناها اللي متنوعه من المنيو الحالي هنا، وعرفت انهم هنا مش بيعملوا كشري بس زي مطاعم مصر. وبينا نسمي وندوق علشان الكلام يروح. مهاب كان طالب طاجن بشاميل لحمه ودخل نسفه بلا رحمه وقال انه عجبه جدا. عمر بقى مسك فرد الحمام وقال لازم يودعه، وغطس في الطحينه وعمل معاه السليم. وودي يا عمر، ربع الحمامه طارت على طول. بألف هنا يا عمر. كده كده الحمامه ودعناها. نشوف الحواوشي بالجبن. الخال علي كان من نصيبه الحواوشي واصر اننا ندوق الحواوشي من كتر ما كان عاجبه، وفعلا كان الحواوشي حلو قوي. ندخل بقى على التقيل، موزه ضاني في طاجن بطاطس. فصصتها علشان اعرف اروق لها، واخدت حته كده من الموزه على شكل الموزه فعلا. ونودي على طول. حلو قوي الكلام ده. وعمر قال انه هيعمل لها الفينش بنفسه. هنشير بقى مع بعض طبق المحاشي ده، كوسه